نفسي. خلاص يا دكتور همام، يا دكتور يا باشمهندس يا محامي، خلاص بقى. انت عارف حتى لو ما اتعينتش انا عارفها من شويه مبسوط كده. حبيبي عشرة، حبيبي يا حبيبي. شو يا غبي؟ هو قرار يا زوجنا الاخير اننا نعمل مكتب العمل دي. وماله ما فيش مشكلة، بس في حاجة. ايه؟ هتقبضهم منين؟ مالكش دعوه يا غبي، ما انا هنفتح مكتب العمل وهناخد منهم فلوس عشان نشغلهم. اوعى يفكرونا هنسفرهم ولا هنشغلهم شغل كده، وبعدين نشغلهم عندي هنا ونقبضهم من فلوسهم. قبضهم من فلوسهم تبقى كانوا خدوهم وسكتوا وخلاص. ما هم ايه فهمهم كده؟ ما انت عارف اي واحد بيسافر بره بيدفع 15,000 ويطلع يشتغل برضه في الزراعه، هي يعني. هي ما بالك انا بقى هندفع كل واحد تمن عقد العمل 1000 جنيه بس، وهناكلهم ونشربهم ونديهم في اخر النهار 100 جنيه. جيني يا حالات، يبقى فيها كده على فيها مكسب ليني. اكيد يعني، هو مكتب العمل ديت ما يعملوش غير كل واحد ناوي. لا صحيح، يلا بيني. يلا بينا يا اخوي. ايوه طبعا، امال ايه؟ انت فكر الحاج بسيوني دي ممكن يعمل حاجه بايظه. يعني هتعمل العاب. بسيوني يا مرحب يا حاج فاروق، اسمي بسيوني بيه. بسيوني بيه. ايوه طالما هنشغلك ونسفرك ونعمل لك عقد عمل نبقى بيه بيه. وهندي كمان. ايوه والعباره يا حاج بسيوني ايه موضوع السفر دي؟ والله يعني انا حبيت الشباب العاطل والرجاله يعني ايه العاطله، نعمل لهم عقد عمل ونشغلهم. طب هتسفرني فين ولا هتشغلني ايه؟ شوف الناس بترن عليا من كل فاشن عميل. ايوه طبعا مشاغل، ربنا يكون في عونك. الو السلام عليكم. لا يا حبيبي خلاص ما عادش في عقودات، اخر عقد. يلا السلام عليكم. يعني اخر عقد ده ليه انا بقى؟ خبر ايه يا حاج هارون؟ انا بنقول له كده عشان انا ما بنحبش نشغل حد بره بلدي، انا عايز اشغل اهل بلدي. طبعا هو دي الانتماء والوطنيه. طبعا نقول لك ايه يا عم مسيون، إيه؟ انا عاوزك تحشرني مع ابويا في العقد. نحشرك مع ابوك في عقد واحد كمان. والله اي والله. اسمك ايه؟ هارون. هارون ابو قفه. عماشة هارون ابو قفه. خليك مع ابوك. خليك انت معاه نخنق على رجلي في الطياره. 1000 جنيه. 1000 جنيه في حاله. طب هتشغلني ايه طيب؟ نقول لك ايه، انت راجل فلاح، مش هتشتغل غير فلاح، هتشتغل جوه بلدك كمان. جوه بلدي؟ طالما انت هتشتغل هناك فلاح وهنا فلاح، تشتغل في بلدك، بلدك اولى بيه. انا فكرتك هتسفرني اليابان، بقول لك هناك الاطفال بيصنعوا موبايلات وعربيات، قلت عماشة يمكن يصنع له حتى سبت ولا حاجه. انا ده حلوف يصلح متابت، وريني كده. 600 جنيه هم اللي معاي، وعند بدايه السفر نجيب لك ال 400 التانيين. خد. ماشي يا حاج هارون، السفر بكره الصبح ان شاء الله. امال فين العقد؟ ما هو انت بكره بقى هتستلم العقد وانت على راس الارض. ماشي. العقد والشغل فكتوره. تعال يا ابني. يا سلام. يا شباب لما نعد الفلوس انا كمان بمسكش في عم هارون. ما تعدش حاجه يا غبي، الناس جايه، الناس لا جايه. صحيح، حركة الناس دولت بيبقوا بيحسدوا الحاجة اللي في ايد الناس. يا رب تكون اول واحد، يا رب تكون اول واحد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج بسيوني؟ والله الحمد لله. عايز نتعين يا حاج بسيوني. وماله؟ بص بقى يا حاج بسيوني، كان امنية حياتي ان اني نبقى باش مهندس دكتور محامي. الف مبروك. العقد بتاعي هنعمل لك فيه كل دي. والله ما شفت حد زيك، بتخلي الواحد ينجح في دقيقة زي ما انا عارف. نعمل لك عقد عمل داخل مصر وتفلح في بلدك وتكبر في بلدك. ايه رايك؟ بس انا عايز اللي انا قلت لك عليه دي، الاسم الطويل ديت كده، وكل الحد دي نشتغل فيه. خليك دكتور باش مهندس محامي بس. ومال اسمك ايه؟ اكتب باش مهندس همام. الباشمهندس الدكتور المحامي همام. 1000 جنيه. 1000 جنيه بس؟ 1000 جنيه بس ونشغلك. خبر ايه؟ هو انا يعني عينها هب؟ انا خدمه للشباب. دفع 50. خد. كم دول؟
عدوهم ما علينا، مش عاند وراك يا راجل. نقول لك ايه، الصبح بدري اسمك مكتوب اهو عشان تلحق السفر. بس بالله عليك يا حاج بسيوني، بالله عليك انا نفسي. خلاص يا دكتور همام، يا دكتور، يا باشمهندس، يا محامي، خلاص بقى. انت عارف حتى ما تعينتش انا عارفها من شويه مبسوط كده. حبيبي عشرة، حبيبي يا حاج. شو يا غبي؟ شوف يابا الراجل انظر انحبط ولا انظر ايه؟ فرحة يالا، من فرحة الوظيفة. فرحة والنبي لا يلم بنجر لما يطلع دي الدنيا اسلافه في الارض. اسكت يا غبي، هي دي الوظيفة. ما انا لو ما شغلتش دماغي مين هيفلح عرض؟ يا بس معاك عشان نبقوا سوا في الطيارة. لا يا رجالي. ازيك يا حاج بسيوني؟ يا مرحبا يا اخويا، اسمي الحاج بسيوني افندي. يا مرحبا يا حاج بسيوني يا افندي. عاوزين نسافر عقدين والاثنين يكونوا زي بعض، ويكونوا احنا الاثنين قاعدين على كرسي واحد في الطياره وفي شغلانه واحده. والله هو السفر مش سفر طيار، امال ايه؟ السفر دي عقد عمل. تشتغل في بلدك وما لا كفيل يبهدلك ولا غيره، وهتقبض اخر اليوم كمان. يعني هنبقى في بلدنا بس شغالين بحاجه. محدش له كلمه علينا ولا حد يقدر يبص لك. وانا هنبقى معاكم كمان، وهتقبض اليوم بيوم. نقول لك ايه يا حاج بسيوني؟ اتفضل. انا عايز نشتغل شويش. شويش؟ شويش تشتغل شويش ولا مأذون. مأذون؟ انا شكلي يدي على مأذون يا حاج بسيوني. ما علينا، بس هي شغلانه هي من الفلاحه، شويش بس بالفلاحه برضه. وماله يعني وماله امي حسن القطاشه كده اهو. وماله يا عبد العال؟ يبقى العمده واحد عم يجي ويصلح النامه. انت هتبقى خالي لا نفرق حالي. ايه في مكان واحد احنا الاثنين. ومار دي العال كلاوي فشي. هو انت داخل يا اخويا في مصمت؟ عبد العال كلاوي فشي منبار. دم يا حاج. اسمك ايه يا بالظبط؟ طب بص على اسمه بقى، اللي بيتريق على اسمه يعني اسمع اسمه. فزع ايه؟ الحاج فزاع جمجمه. فزاع جمجمه. حلوه دي جمجمه. وبيضحك عليا يعني. ومالها يا اخويا لحمه الراس؟ امال الكلاوي فشي. كل واحد يجيب ب 1000 جنيه. عقد عام. بس ده متينات. هو عمك فزاع يطلع من لسه عريس بقى. ده الورقه بتذبح ده. نقول لك ايه يا حاج بسيون؟ 400 500 600 هيتفضل لك عندي 300. ماشي يبقى 1000 اهو. خلاص يا اخوي، هات اللي تجيبه وانت راخر. انت بتتهرش ليه في يومك الاسود؟ بقول لك ايه، مسكين يا حاج بسيون. الشيال الملك ما عادش واخد. خلص يا عبد العمار. قول لا والله كنتش عيل صغير بالمبيل. ده السنده دي يا عبد العال. ما عليك، شوف بتناته. خليهم بالبركه. امسك بكره الصبح تجوني. خلاص يا حاج اجوني عند الارض بتاعتي هناك اللي ورا. شغل هناك. لا ده انا هسفركم، مالكمش دعوه انتوا، دي مفاجاه الشغل. شوف بالنص هي النصابية بالنص. انا هنشغلهم ونقبضهم، وبعد كده الباقي بالنص. هنقبضهم ايه؟ ما ده أنا يعملون في فهمتك. يوم يعني 400 جنيه. ما عليك، يلا يا اخويا لم الفرشه دي خلينا نقول. اتفضلوا يا رجال. حاج بسيوني في حاجه استفسار بسيط كده. ايه يا اخوي؟ انت جبتينا على مشمنا كده، لا جبنا لا شنط ولا مواعين ولا هدوم ولا اي حاجه. لا ما هي الامور مش مستاهله كده خالص. ثم اني انا جاي هنا مهندس دكتور محامي في نفس ذات الوقت. هتشتغلها ان شاء الله. هنا بقى اني نتميز عن غيري بحاجات ياما. انك هتشتغل في بلدك مش هتتغر، فعلا دي احلى ميزه دي. وان مفيش كفيل خالص احلى حاجه عشان ياكل من وراك، وانك هتروح اخر نهار لبيت. طب امال فين السوبر زيت اللي هياخدنا بقى ينقلنا ايه؟ لا ما هي دي برضه الميزه الاخيره اللي انا نسيت نقول لكم عليه، ان انتوا برضه مش هتطلعوا من الارض دي. ايه؟ شغلكم في محل اقامتكم. شغلنا فين يا حاج بسيوني؟ هنا فين؟ دي مش ارضك يا حاج بسيوني؟ ارض. وانت تشغلنا عندك والنبي ولا ايه؟ مش انا عامل لكم عقد عمل؟ يعني انت يا حاج بسيوني تاخد مننا فلوس عشان تشغلنا في ارضك وعشان ناخدوا فلوس؟ اهو شفت الدكتور؟ بقول لك ايه،
اشتغلوا بقى ومش عايز نفس، ولكم وانتوا طالعين هتقبضوا. ده عقد عمل ومكتوب اساميكم. حذروه. ده لو الواحد الغربة مش حلوة، الغربة وحش، وشغل هنا شغل هناك. خلاص يا اخويا اتكل على الله انت وهو واشتغلوا. اتفضلوا. انت شايف جلابيه بيضه عايز تشتغل. سيبوا يا زوجلي. نفسنا نشتغل سويش يا اخوي. انتوا هتنكوشوا قشر البنجر دي عشان ينشف، وبعدين تبقوا تحملوه تاني نعرفوا بالبهايم. اتكل على الله يا نطي. سيبهم لي انا يا حاج بسيوني. يلا ادخل يا باشمهندس يا محامي. هنعرف نتعامل معاه. انا شويش هنا، انا انت معاهم. يلا اشتغل يلا منك له. شويش طب انا بكباشي. بيدك يا هارون يا نطي. بيدك يالا، كده بص كده. بيدك يا حلو يالا. اشتغل يا همام بدل ما ينقص من يوميته. عشان المهندس هينقص من يوميته. انت مهندس بس مهندس شغال برضه. مهندس هنرشدهم على الطريق الصح. ارشدهم بس اشتغل برضه. قدامهم برضه. اشتغل يا بقول لك اخويا. ايه، يا ريتني ما حشرت نفسي مع ابوي. اشتغل مش هتكبر. اشتغل. اشتغل ابو عركمي. بيدك حلو يا حاج هارون. حلو اهو. الفط ايه؟ ما تنكويش. هو اللي قال. يا فزاع مش كده، يا فزاع مش كده. انت تتنطط علينا يا فزاع مش كده. لم كده اهو يا فزاع بالراحه كده اهو. تعالى نجرنا اهو. الله اكبر ولله الحمد. راس حقيقيه يا باشمهندس يا دكتور. قلب اسكت يالا. ماشي يالا. انت يا نفر انت. انت شفتني ازاي؟ انت اللي راجل انت مش هتكبر. عليك بس شفتني ازاي؟ اشتغل. انا شفتك. اهو انا ناوي. العظيم يا رب الشغل ده مش عاجبني خالص. حلو كده اهو يا فزاع. خلاص يا رجاله كتر خيركم. خلاص يا عبد العال. خلاص يا فزاع. تعالوا يا رجاله. انتوا كده بصراحه يا بطل. الله ينور عليك. طب يلا بقى. عايز ايه؟ قبضنا خلينا نروحوا طالما خلصنا. نقبضكم ما نقبضكمش كلام ليه؟ معايا انا يا حاج بسوني. انا المهندس هنا. يعني انت المهندس هنا؟ بس انا البيج باشي. كلكم هتقبضوا. كان كده بقى. المهندس صحيح لما نبقى انت يا كلامنا حاج معاه. هارون. متجني ايه؟ حلو والله ما كنا بنعملها في اليوم يا رجاله. وابنك عماشة كمان متجني. يا صلاة آه. هات يا حبيبي. وانت متجني. يقطع من هنا ويوصل من هنا. وانت متجني. وانت يا همام متجني. نقول لك يا حاج مش ضروري احنا هنتعاملوا مع بعض بقى. بكره الشغل زي كده برضه. لا انا كده خلصت خلاص. خلصت ايه؟ الارض دي يعني خلص الارض دي. لا العقد بتاعكم انتهى خلاص. ايه؟ العقد بتاعكم انتهى. عقد خلاص خلصت شغل. يعني ندفع 1000 جنيه وتجيبني شغلني في ارضك وتديني منهم 100 جنيه. ما انا كتبت لك صلاحيه في العقد هينتهي انت. لا عقدكم انتهى النهارده سبحان الله. انت وانت اجلك انتهى النهارده. بس انا المحامي والمهندس والدكتور. قدام هذا الخالق. واستنونا بالجديد ده سيوني همام زقلة وفزاع. احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضحك.